منظومة وقضايا. لا وقتنا الحالي هلا كمان في كثير من النساء يعني حق ضايع، في كثير من النساء الظلم، في كثير من النساء في زواج قاصرات كثير، في تعدد الزوجات كمان كثير. يرجع هذا الشيء لذهنيتنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي لهلا عارفين بهالعادات والتقاليد الاصول ضمن المساواه ما بين المراه والرجل. ما نقول انه المراه تكون كل شيء والرجل ما يكون له دور بالمجتمع او دور بعيلته. انا ما ازوج بنتي قاصر، يعني لو كل حدا فينا يفكر انه انا ما ازوج بنتي قاصر، ما اقبل اختي قاصر تتزوج، لانه عم نشوف قدام عيننا مصير البنات هن ايش؟ وشمال وشرق سوريا وسوريا بشكل عام، وهو يرتكز في تنظيمه على استراتيجية الأمة الديمقراطية وتجاوز المركزية وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة للنساء والشعوب المتنوعة، كما ينظم نفسه وفق النموذج باراديغما الديمقراطي الإيكولوجي، وتحرر المرأة ويتخذ إيديولوجية المرأة ومنظورها أساساً لحل القضايا والمشاكل الاجتماعية، ويناظر في جميع الحياة وفق منظور الكونفدرالية الديمقراطية ضد جميع المفرزات الذهنية الذكورية المهيمنة من أشكال التعصب الجنسوي القومي والممارسات التي تولد العنف، وتقوم بتعزيز التنظيم والفعاليات التي من شأنها تطوير مجال حرية المرأة والمجتمع. ولأجل إن إرادة المرأة هي قوة اتخاذ القرار في جميع مجالات الحياة، تشارك في جميع الأنشطة على أساس نظام الرئاسة المشتركة وفق مبدأ المتكافئ، وتقود تنظيم النموذج الديمقراطي للمجتمع على أساس الكومينات والمجالس. يهدف مؤتمر ستار إلى تحقيق الحرية وضمان صحة وسلامة القائد عبد الله أوجلان قائد ثورة الشعوب وثورة المرأة وأمل شعوب الشرق الأوسط، وتحرر المرأة في القرن العشرين، ويقود الكفاح والنضال الفعال ضد جميع القوى المسؤولة عن نظام التعذيب والعزلة، وعلى رأسها الدولة التركية، يستند في نضاله على الخط السياسي للأمة الديمقراطية. جبونا حيشتي عداري قالك شالاكي الجمع هبون، يعني برنامجك الجمع هبو أمبير هبون يكج فان شالاكياجي پرورده ظلام هبو لسر سي روجا، يعني من پرورده دا روجا که هفجيانا آزاد هاد داين روجا ديجي سمينيرا حيشتي عداري وشخوا إيروجي روجا طالبو يعني ميثاق كونغرستار هاد داين تفليبونا ميرجي جبو في برورده باش بو، يعني شخوا نقاش يعني ام دبينن انه نقاش وان جيهبو والغوري نارينا ما يعني ام دبينن انه يعني غهرتن وچه ببه، يعني حتى غو ام السر فيري بردوام بن او غهرتن چه ببه جبونا ازاديا جن جبونا اف تشتي غو سروك اپو داي پیشامه، يعني جبونا في تشتي ام دبينن انه غهرتن چه ببه د ذهنيه ذكوري سلطه ويده ايرو الهمبري ايريشه داغركريه امبر خوددن وال هشمنديه بابك سالاريجي لبر خوددن، يعني ديروكا شاش هات نيفساندن ام هولدن جو ام راست بنفسين. المرأة خلال يعني مسيرتها النضالية بالثورة السورية خصوصا طبعا أثبتت حالها وبجدارة بالرئاسة المشتركة، تدخل بجميع مجالات الحياة، إضافة إلى أن المرأة يعني أصبح لها فكر نضالي، فكر تطوري، فكر موسع، خصوصا بعد ما دخلت بالحركة وتعرفت على مسيرة الحركة، على فكر الحركة، أصبح لها يعني دور تحرري خصوصا بالبيت بالمنزل، يعني تجاوزت مرحلة أنه تكون ربة منزل فقط تهتم بالأولاد فقط، إنما أصبح لها دور نضالي في تربية الأولاد مع الرجل. حقيقة الأمر مجتمعنا يعني مر بعصور طويلة بالذهنية الذكورية، لكن هي عم تناضل،
يعني في نضال مستمر انه تحاول تغير هالذهنيه هاي، ومستمره بهالذهنيه، ونلاحظ انه مجتمعنا نحو التطور من حيث تقبل المراه، من حيث حريه المراه، من حيث تمسك المراه بحقوقها. المراه حتى تحقق رسالتها بشكل كبير لازم المجتمع والرجل بشكل خاص يوقف مع المراه من اجل ان تحقق هذه المسيره. الرجل لازم يتحرر من الذهنيه السلطويه، ولازم يتقبل المراه، ولازم يشعر ان المراه هي شريكه له بالحياه، مو هي فقط تقدم له الواجبات والكذا. لازم يعلم ان المراه هي شريكه ويعاملها على الاساس ويناضل من هذا الموضوع.